السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله انا جاي لكم فيديو جديد وحاجة جديدة تعجبكم بإذن الله. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. ان شاء الله انا جايبة شوية مشتريات كده اوريها لكم بإذن الله تعجبكم بإذن الله وتشوفوها يعني. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ ال... ال... الفيديو بإذن الله. انا معايا هنا دي مفرش ترابيزة مكوى اهي. انا بحب كمان ساعات اجيب بالاتنين يعني بالحاجتين، حاجه افرشها وحاجه اشيلها. دي ترابيزه مكوى. دي المكيال اه، بس انا جايبه مكيال واحد من دي. انا جايبه هنا ده مفرش تلاجة. ده مفرش تلاجة زي ما انتوا شايفين اهو. ده مفرش. انا جايبه مفرش تاني برضو اهو، بس شكله مختلف اهو. جايبه مختلف خالص، هو مشابه ليه شويه بس انا جايبه اللون مختلف اهو ما شاء الله. ونفس برضو الوزه ولا الزرافه دي اهي ما شاء الله. انا جايبه ده اهو. دول اتنين مفارش تلاجة. ده كمان اهو. دي منشفه بتحطيها بتصفي عليها مواعينك اهي ما شاء الله. ادي اهي زي ما انتوا شايفين اهي. دي منشفه. دي انا كنت جايباها، سالت عليها قبل كده قالوا لي ده ب 32، رحت اجيبها لقيتها ب 37. جايبه دي كمان اهو. دي جايباها ب 23 ما شاء الله. بصوا يا جماعه جامده ونضيفه وما بتصديش يعني حاجه نضيفه اهي. دي ب 23 اهي. المفرش بقى التلاجة ده انا جبت المفرش منه ب 10 جنيه. جبت اتنين. ودي ما شاء الله جبتها ب 11 جنيه. في مكان تاني بتلاقيها ب 15 بتتباع اهي. دي ترابيزة المفرش المكوى اهو. ده انا كنت جايباه ب 35 بس غلي اهو ما شاء الله. تحفة يا جماعة والله. حاجات جميلة وحلوة وبتنفع في قلب البيت. عندك عروسة ممكن تجيبي لها تجهزيها منه. لو رايحة في داخلة أي مكان بيبيع حاجات زي كده مستلزمات للمطبخ ولا حاجة، تجيبي وشيل مش هتخسر. رايحة مثلا في مكان كده اسمه حمام التلات، اللي هو برضو مش حمام التلات اللي في العتبة. في برضو أماكن بتاع أدوات منزلية ممكن تجيبي منها. الحاجات دي كلها بتنفع يا جماعة. ممكن تجيبيها لبيتك، عروسة بتجهز اهي، معاكي بنوتة كده وعلى وش جواز تجيبي لها برضو الحاجات دي اهو ما شاء الله. تحفة يا جماعة تحفة. ان شاء الله بقى نكمل مع بعض الفيديو بقى. ان شاء الله بقى انا وريتكم المشتريات اللي انا كنت جايباها، وقلت بالمره بقى اعمل صينيه بطاطس صغيره كده ايه على القد. بدور بقى في الفريزر لقيت فيه ورك كنت اعمله حمام كداب. قلت ملوش لازمه بقى ان الحمام الكداب اعمله، ده ورك واحد مش مستاهل. ولقيت سلامي اهو. قلت حلو قوي، احنا الفراخ غاليه والحاجه غاليه، طب ما احنا نعمل صينيه بطاطس مشكله كده وجميله وتدي طعم جنب شويه رز تبقى زي العسل. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ حاجه دوري في التلاجة وطلعي هتلاقي ان شاء الله. طبعا احنا هنقول بقى المقادير دي. صينيه بطاطس طبعا. ده بصل هنا مقطعاه جوليان او شرايح، وحط عليه توم بودره قصدي، ده اللي انا كنت مجففاه وعاملاه معاكم. الريحه يا جماعه تحفه. شوف بقالي كام شهر عاملاه بس ما شاء الله. ومعايا هنا كمان كزبره وفلفل اسود وكمون وملح عشان طبعا البصله. ومعايا هنا تلات قطع، تلات شرايح سلامي. معايا ورك. طبعا انا عندي فراخ من الاول، مش هناكل هو الورك ده بس، انا عندي بس من الاول من امبارح، بس قلت ايه اعمله بالمره يساعد جنب اللي موجود. معايا هنا بطاطس اهي. ومعايا دي بطاطس مقطعاها اهي شرايح برضو. ومعايا هنا ايه الطماطمايه دي هنحطها فوق الوش. انا حاطه كل التوابل وحاطه توم بودره. ممكن احط توم تاني برضو اللي هو المفروم، بس انا حطيت توم بودره. طبعا لو عايزه بقى تحطي مكعب ماجي برضو او نص مكعب ماجي حطي اهو. هنحط بقى نطبق الصينيه مع بعض كده. انا معايا البصل اهي بال بال بالتوابل هندعكها مع بعض واوريها لكم اهو يا جماعه. انا لبست كيس او لبست جوانتي او كلابز اهو زي ما ايه بتسموه اهو ما شاء الله. دعكتها بالملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره. الريحه بقى تحفه، والثوم البودره مخلي ريحتها ايه عسل. انا خلصتها كده دعكتها اهو. انا هنزل بقى بالبطاطس اهو. نزلت بالبطاطس اهي.
برضو هنقلبها هنقلب مع بعض كده. هي صينيه صغنونه بس ايه تحفه يعني اهي. اهو يا جماعه هنقلبها كده مع بعض اهو. هنحط بقى ايه الورك مع بعض اهو. ادي الورك ما شاء الله اهو. هنحط بقى السلامي اهي، عايزه تقطعيه قطعيه اهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. هقطع بقى الطماطميه واوريها لكم. انا خلصتها خالص اهي وحطيت لها ربع كوبايه ميه. هنحطها بقى مع بعض على البوتاجاز واوريها لكم. انا حطيتها على البوتاجاز اهي واغطيها بقى. انا اغطيها واوريها لكم. انا غطيتها يا جماعه اهي. اول ما تستوي بقى هدخلها الفرن تحمر وشها. انا خلصتها خالص يا جماعه وحطيتها في طبق التقديم اهو. شايفين ما شاء الله. ادي الورك وادي البطاطس وادي سلامي اهي ما شاء الله. ايه رايكم؟ احلى صينيه بطاطس واجمل صينيه بطاطس عملتها معاكم. عملت طبق التقديم اهو. تحفه 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 يا جماعه. ان شاء الله تعجبكم باذن الله وتجربوها. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتدعيم القناه. انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكاتكم. حاجه بسيطه وحاجه جميله عملناها بسرعه ما خدتش وقت. تعملي احلى حاجه بحاجات بسيطه. انت ممكن حتى لو عملتي صينيه البطاطس من غير فراخ ومن غير لحمه ومن غير سلامي هتبقى بطاطس جميله وتحفه جميله. بصل وبطاطس وشويه توابل وحته ثوم ومكعب ماجي وقطيه فوق الوش هتبقى عسل. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكاتكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين. انا خلصتها خالص يا جماعه خرجتها من الشوايه بس حطيتها على البوتاجاز تاني تاخد غلوتين عشان اديت لها ربع كوبايه ميه تاني اهي. انا هطفي عليها بقى اهي ما شاء الله. احلى بطاطس واجمل بطاطس بورك واحد. ايه رايكم بقى؟ جميله جميله جميله. وكمان اللي هم الشريحتين السلامي هيدوا طعم كمان اكنك عاملاها بلحمه. ايه رايكم بقى في الغلا اللي احنا فيه ده؟ احنا برضو نتصرف. بعدين مفيش حاجه بتترمي. حتتين سلامي نحطهم كده. عامله بيتزا نحطيهم عليها برضو. الورك اهو عملناه مع برضو مع بواقي اللي فاضله دي. هتعملي سفره جميله لبيتك. ولا نستنى بقى الغلا ولا مش الغلا. ان شاء الله احلى بطاطس صينيه بطاطس في الفرن بورك واحد. تحفه 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 يا جماعه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم في ايه. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.